مخصوص علشان أرضية الحرم المكي، ورخام يخليك تحط رجلك عليه في عز الصيف وتحس بالبرودة. بس السؤال الأهم، ايه سر الرخام اللي بيخلي أرضية الحرم دايما ساقعة؟ وازاي ملايين الزوار بيمشوا حافيين من غير ما يتآذوا؟ تعالوا نعرف القصة المدهشة دي مع بعض. القصة بدأت مع المهندس المصري محمد كمال إسماعيل حينما كان يعمل في مشروع توسعة الحرم المكي الشريف، وكان يفكر فعلا أن يعمل تبريد تحت الرخام، لكنه علم أنه يوجد في الأرض رخام نادر جدا اسمه التيسوس، يعكس الضوء وأشعة الشمس ولا يتأثر بالحرارة، وليس موجودا إلا في جبال جزيرة يونانية. ذهب المهندس محمد كمال لليونان وتعاقد على شراء الكمية الكافية من الرخام الأبيض للحرم المكي الشريف. بعد 15 عاما طلبت الحكومة السعودية منه وضع نفس نوع الرخام بالضبط في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة. يقول المهندس محمد كمال: عندما طلب مني إحضار نفس الرخام للحرم النبوي خفت جدا، فلا يوجد على وجه الأرض هذا النوع من الرخام إلا في تلك الشركة اليونانية، وأنا اشتريت نصف الكمية منهم قبل 15 عاما، ولعل الكمية التي تبقت قد بيعت كلها. يقول: فذهبت لنفس الشركة باليونان وطلبت مقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة، وسألته عن الكمية المتبقية فقال لي: لقد تم بيعها بعدك مباشرة. يقول: حزنت كما لم أحزن في حياتي كلها. وعندما خرجت من مكتب رئيس الشركة وجدت السكرتيرة فسألتها: من الذي اشترى الكمية المتبقية؟ قالت لي: هذا أمر مر عليه سنوات طويلة ويصعب الرجوع للمشتري. يقول: في اليوم التالي وقبل ساعات قليلة من ذهابي للمطار وجدت السكرتيرة تتصل بي وتقول: تعال إلى الشركة فعندنا عنوان المشتري. ذهبت متباطئا متسائلا وماذا أفعل بعنوان من اشترى، ولكن كان عندي بعض الساعات المتبقية على السفر، فذهبت إلى الشركة وقابلت السكرتيرة فأعطتني عنوان الشركة التي اشترت الرخام. يقول المهندس: خفق قلبي بشدة عندما وجدت المشتري شركة سعودية. يقول: طرت مباشرة إلى السعودية، ثم من المطار إلى الشركة التي اشترت الرخام، ودخلت على مديرها وسألته بعد السلام: ماذا فعلت بالرخام الذي اشتريته منذ سنوات من اليونان؟ قال: لا أذكر. فاتصل بالمخازن عنده وسألهم عن الرخام الأبيض اليوناني، فقالوا له: كل الكمية موجودة كما هي في المخازن. يقول المهندس محمد كمال: والله إنني بكيت كالأطفال. فتعجب صاحب الشركة وقال: يا أخي لماذا تبكي؟ فحكيت له القصة كاملة وقلت له: هنا شيك على بياض، اكتب المبلغ الذي تريده. فلما علم صاحب الشركة أن الرخام للحرم النبوي قال: والله الذي لا إله إلا هو لا آخذ ريالا واحدا، والرخام كله في سبيل الله، وسبحان الله الذي أنساني هذا الرخام في المخازن طيلة هذه المدة وجعلني أشتريه ليكون هنا بهذه. أكيد عجبك الفيديو، ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو